5 أبراج معانا هيكونوا يوم 5 يناير عندهم الحظ الكبير. هذا اليوم الذي يشهد وقود مهم جدا للقمر في برج الأسد الناري، وهنا تأتي الحظوظ ل5 أبراج، منها أبراج نارية ومنها أبراج من طاقات أخرى. طبعا ال5 أبراج دول بيعد عليهم الدور، ثم بعد ذلك بعدها بيوم القمر ينتقل إلى بيت آخر وتتغير الحظوظ مع جميع الأبراج، ومن هنا يأتي التداول، يوم ليك ويوم برضه ليك إن شاء الله. لكن هي الدنيا كده، وهنا الحكمة في انتقال القمر من بيت لآخر وتداول الحظوظ والفرص اللي بتجيلك، هل تستفاد منها؟ هل انت استغليت الفترة الزمنية؟ وانا بغششكم من هنا تستغلوا الفترة ازاي. قبل ما اكمل بس، حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقة بجد، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة اتصال مباشر، مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، سواء الأكثر حظا الأقل حظا، كل شيء. ودي أمانة، وحياتك أمانة، والناس اللي عملت لها قراءات فاهمين الكلام ده كويس جدا. لما كشفت لهم بلاوي من الأحقاد والناس اللي يعني بتنوي لهم نية سيئة نشاع شريك الحياة الحقيقية، وبلاوي كتير للأسف. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم، ونبدأ في حلقة مهمة جدا في حياة 5 أبراج معانا يوم 5 يناير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أبراج ليكم أخبار رائعة. بداية من يوم 5 يناير، أول برج معانا هو برج الأسد. حبايب برج الأسد، القمر متواجد في بيتك الأول، يجعلك الأول. هنا نتحدث عن عودة للروح، عودة للطاقة، خاصة إن الفترة ما قبل يوم 5 وجود القمر في بيتك ال12، بيت المشاكل، التوتر، العصبية، الأفكار، من الماضي الصعب، أخطاء، تعب صحي عند البعض. لذلك تتغير الأجواء كثيرا بهذا التحرك الرائع لانتقال القمر إلى بيتك الأول. ما تنساش إن التوزيعة الكوكبية كلها الباقية في بيت يعتبر من البيوت الصعبة في برج الجدي، لكن ده بالنسبة لك طبعا. لكن انتقال القمر يخفف الأجواء، يخفف الأمور، ويجعلك أكثر الأبراج حظا. وانتظروا خبر حلو، ببشر وانتظروا بخبر حلو في يوم 5. أول الأبراج معانا بلا منازع هو برج الأسد. ننتقل إلى ثاني الأبراج معانا هو برج القوس. برج القوس هتكون محظوظ والأكثر حظا. وجود القمر في برج الأسد يا برج القوس يمثل لكم الحظ، الانفراج، الطاقة الإيجابية، وأيضا الحظوظ في الاختبارات والوصول لأهداف. وخلال الفترة هتكون من أكثر الفترات التي من الممكن أن تكسب فيها بذكائك. يعني لو استخدمت ذكائك وطريقتك عندك مكسب. خلال الفترة يصل للكثيرين أخبار بالقبول أو النجاح. تاني، الفترة دي تتميز بالقبول والنجاح. يعني عندك قبول، عندك نجاح في خبر بقالك فترة مستنيه، هيجيلك الخبر الرائع بالنجاح أو القبول، أو حاجة نحس عنها هيتفك. يعني عندك حاجة كده في نحس عنها هيتفك. وهناك أيضا أخبار تتعلق بالمال. تاني برج معانا هو برج القوس. نأتي إلى ثالث الأبراج معانا هو برج الحمل. الحمل الذي عانى وشاف حاجات لا تحتمل. عندك خلال الفترة أمرين مهمين جدا. أخبار حلوة في العلاقات العاطفية، أخبار حلوة في المال. شوف أنا يعني أنت عندك الحظ مضروب في 2. في حاجات حلوة للمال، وفي حاجات وأخبار حلوة لعلاقاتك العاطفية. فترة ليكوا قوية، وبشرة خير كتير، بشرة خير كتير، ومرحلة من المراحل التي يحدث فيها هنقول تعويض. عارفين مرحلة التعويضات أو الفترة اللي بيحصل فيها تعويض؟ والتعويض يأتي في المال والأمور العاطفية، مش لازم العلاقات. يعني هتلاقي مثلا تصالح،
حد بيصالحك، حد بيحاول انه يعني يعتذر لك، في رده كده للروح ورده وروح معنويه عاليه بحدث هيحدث لك في امورك العاطفيه. ثالث الابراج معانا هو برج الحمل، امور عاطفيه وامور ماليه. رابع الابراج معانا هو برج الميزان. حبايبي برج الميزان فتره من الفترات القويه التي تثبت فيها كفاءه، فتره من الفترات القويه التي تثبت فيها كفاءه، تثبت فيها انك الافضل، تثبت فيها انك من او الشخص المناسب في المكان المناسب. وخلال الفتره تتميز بالعلاقات، العلاقات الرائعه، التواصل الجيد، البدايات الجديده، الشراكات الجديده. لا تمنعوا العلاقات، لا تمنعوا البدايات، ولا تقفوا امام كل جديد خاصه لو مصدره شخص. بشرة خير هتجيلك من احدهم، وايضا سيكون عند الكثير منكم بدايات قوية لعلاقات جديدة، ومن الممكن ان تكون علاقات عاطفية. بشرة خير ايضا للمال واخبار هتفرح القلوب وهتعدل كل ما هو مقلوب في حياة حبايب برج الميزان. وبشرة خير قادمة. رقم 4 معانا وباكتساح هو برج الميزان. أما للبرج الخامس والأخير، هنا نتحدث عن برج السرطان. برج السرطان خد بالكم، انت عندكم مشتري في بيتك الأول، وهذا المشتري كوكب السعد يسعد الأوقات السعيدة. يعني لو انت الفترة دي في مثلا قمر في بيتك الأول أو في بيت المال أو ما شابه، ف بيجعل من الحظوظ مضروبة في 2. استغلوا الفترة. طيب ده معناه تعمل ايه يا برج السرطان؟ استغل المرحلة في أي تعامل مالي، بداية شراكة، بداية عمل، بداية بيع وشراء، بداية مشروع جديد. فترة قوية جدا تتعلق بالمال. زي ما قلت كل العوامل تساعدك انك تنجز وتنجح، لذلك مطلوب منك انك تصنع وتعمل جيدا وتبدأ المشاريع او تبدأ اي شيء. وبرج السرطان من اكثر الابراج حظا ماليا. هاي تاني تنويه حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقه بجد. اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه اتصال مباشر، مكالمه مباشره ساعه 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا ولا حظا. ودي امانه وحياتك امانه، والناس اللي بتتابعنا فاهمين كلمه امانه دي كويس جدا. طبعا انا بتحدث عن الناس اللي عملت معانا قراءات خاصه. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وعنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برج او جميع الابراج، مش هنقعد نقول كل برج، جميع الابراج يكونوا دايما بامن وامان. السلام عليكم.